أهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. النهاردة جاية أقول لكم على سر من أسرار المصانع. هنعمل النهاردة مع بعض السوسيس البيتي بنفس الطعم واللون والقوام اللي بنشتريه من بره، بس طبعا أوفر وأنضف وأضمن مليون مرة. يعني هتعملي كمية كبيرة بس بالتكلفة بتاعتها بسيطة جدا، حاجة كده اقتصادية وسهلة وسريعة، وأولادك هيحبوها جدا. حلوة جدا في اللانش بوكس، وحلوة للفطار وللعشاء زي ما انت عايزة. قبل ما نبتدي، لو أول مرة تشوفوني اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد، وما تنسيش تعملي لايك للفيديو ده. ويلا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ونشوف المكونات بتاعتنا ايه. أول حاجة من المكونات بتاعتي معايا كيلو من الصدور المتقطعة مكعبات، أي تقطيعة انت عايزاها مش مشكلة جدا. طبعا غسلتها كويس جدا بمية وملح ودقيق. هفرمها في الكبة بتاعتي فرم ناعم. زي ما قلتلك مش هيفرق معاكي التقطيعة لأن احنا هنفرمها في الكبة فرم ناعم. أيوة، حاولي تنعميها كويس. وهنجهز التوابل اللي هتخلي طعمها في حتة تانية. هتقوليلي انت عاملاها بفراخ، هقولك مفيش فرق بينها وبين اللحمة بالظبط، بس جربيها وانت هتعرفي. التوابل بتاعتنا معلقة صغيرة من الملح والفلفل الأسمر والبابريكا المدخنة والبصل البودر والثوم البودر ونص معلقة صغيرة من الجنزبيل البودرة. ولازم البابريكا تبقى من مدخنة. وهنزل بمعلقتين صغيرين من المرقة الفورية. في ناس مش بتحبها، ممكن تستغني عنها، بس هي بصراحة بتعلي التست وبتدي طعم حلو جدا، ومن الحاجات الأساسية في الوصفة بتاعتنا. هضرب المكونات بتاعتي كلها كويس، وهحاول على قد ما أقدر إن أنا هنعم اللحمة بتاعتي وأفرمها فرما يعني بصي، فرما مبرحا، افرميها جامد جدا. هنزل بنقطتين من لون الطعام زي ما انت عايزة. لو انت مش حابة تستخدميه ممكن تستعمليه زي ما هو كده، او ممكن يعني تاخدي شوية من عصير البنجر. واخر حاجة بضيفها للمكونات دي، لسه في مكونات تانية، 3 معالق كبار من زيت نباتي مش زيت تموين. لو لسه مكملة معايا الفيديو لحد هنا، يلا روحي اعملي لايك واكتبي لي كومنت حلو زي. ضربتهم كويس جدا. هنزل بقى في المرحلة دي ببيضتين ومعلقة كبيرة من هريسة الشطة وفصين من الثوم ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. واخر حاجة في المكونات بتاعتنا كلها هي نص كوباية من النشا. ايوه، هي النشا اللي هتساعدها تمسك معانا والقوام بتاعها يبقى حلو جدا وتبقى مظبوطة. هتضربي كل المكونات دي بقى كويس جدا ضربا مبرحا. انا مش عايزة اي حاجة تبان في العجينة بتاعتي. وما تخافيش وما تقلقيش، هتحسي ان الدنيا سايحة كده والدنيا مش ملمومة. كل ده هيتظبط بعد شوية، بس لازم زي ما قلتلك تتابعي معايا الفيديو للآخر علشان تعرفي الطريقة بالتفصيل وتشوفي كل المراحل اللي احنا هنعملها مع بعض. انا هنا خلاص ضربتها ونعمتها والدنيا بقت زي الفل. هجيب البولة بتاعتي وهدهنها زيت كويس جدا علشان اللحمة بتاعتنا دي ما تلزقش مننا وتبقى زي الفل كده متماسكة وكويسة. هنزل بالكمية بتاعتي، ما شاء الله عملت معايا كمية كبيرة جدا. لو انت بتشتري الحاجة دي من بره جاهزة كده هتدفعي فيها مبلغ وقدره، وغير طبعا ان هي هتكون مكلفة جدا، فهي مش مضمونة للأسف. دلوقتي بقى فيه لعب كتير في المصنعات والشغل بتاع المصنعات، فاحنا الأحسن لينا ان احنا نعمله في البيت. هقلبها كويس كده واغطي وشها بالزيت، وبعدين هحط عليها كيس بلاستيك وهسيبها مش أقل من ساعتين في التلاجة ترتاح وتمسك نفسها كده معايا وتبقى زي الفل. هنا بعد ساعتين بالظبط هبتدي اشتغل فيها. جبت طبق معايا كده وفيه شوية من الزيت، لان لازم ادهن ايدي زيت كويس علشان احنا العجينة بتاعتنا طرية جدا وهتلزق في ايدينا، فلازم ندهن زيت. وجبت بقى كيس تلاجة علشان هو ده اللي هيساعدني في التشكيل. وهاخد قطعة كده معايا وهعملها على شكل صباع كفتة، وبعدين هحطها بين الكيس بتاعي وهبتدي اسحب واشد لغاية ما اعملها على الشكل اللي انا عايزاه. تعمليها كبيرة تعمليها صغيرة زي ما انت عايزة، الشكل مش مهم خالص. المهم ان النتيجة هتطلع فوق ما تتخيلي. صدقيني بإذن الله بإذن الله مش هتشتريه تاني من بره. اتحداكي ان انت تجربي الطريقة دي وتشتريه تاني من بره. لو انت خايفة وقلقانة جربي في نص كيلو بس من الفراخ، وصدقيني هتقولي يا ريتني عملت 3 كيلو. حلوة جدا وسهلة وسريعة. شايفين بحطها كده بين الكيس وبشكلها، بشد بالسكينة بشد بمسطرة المتوفر عندك، وبعدين بديها برمة كده في الكيس علشان بيكون ليها حافية بسيطة. انا ما شاء الله عملت الكمية بتاعتي. طلعت كام صباع؟ طلع 20 صباع من السوسيس،
وما شاء الله حجمه كبير وفرط معايا وعمل كمية حلوة جدًا. شايفين أنا باوريكم الطريقة تاني علشان تعرفوا الطريقة كده بالتفصيل. أهم حاجة لازم تدهني الكيس بشوية من الزيت علشان إيه ما تلزقش فيه والعجينة بتاعتنا كده تبقى سهلة التشكيل وسهلة كده وجميل. ده الشكل بتاعنا. هاجيب بقى صينية مش مدهونة أي حاجة خالص زي ما هي كده. أنا خلصت الكمية بتاعتي ما شاء الله، عملت صينيتين، صينية كبيرة وصينية صغيرة، وكان في صباع كمان زيادة ما كانش ليه مكان خالص في الصينيتين دول، سِبته على جنب برّه. عملنا 20 صباع. شوفي باقول لِك اعملي لايك يالّا واشتركي في القناة واعملي لي كومنت حلو كده زيِّك وshare كتير بقى، أنا عايزة share كتير. تعالوا بقى نروح لمرحلة التسوية. حلة على النار فيها مَيّة بتغلي جدًا، مَيّة كويسة كده وبتغلي. هاحط بقى الصينية بتاعتي على الحلة كده من فوق، وهاجيب صينية تانية أكبر منها أو غطا وهاغطي بيها، وهاسيبها لمدة ربع ساعة بالضبط. هتعدي على الموبايل 15 دقيقة وتغطيها بالشكل ده، حاجة أكبر من الصينية اللي إحنا حاطين فيها السوسيس، وهنسيبها على البوتاجاز ربع ساعة بالضبط، علشان هي بتستوي على حرارة البخار. يعني مش مستحب خالص إن أنتِ تحطيها في مصفى، علشان البخار هيبقى شديد عليها وهينشف مننا، وإحنا مش عايزينه ناشف. في الأول هتحسي إن هو لازق كده في الصينية، بس أول ما تلاقيه شد وغيّر لونه وجِمد كده خلاص تمام هو كده. ما تزوديش التسوية بتاعته علشان ما ينشفش منِّك، لإن لسه في مرحلة التحمير. هاحط الصينية التانية بقى تستوى براحتها كده على جنب، وتعالوا نشوف الصينية الأولانية شكلها عامل إزاي، والنتيجة وقت التقطيع عاملة إزاي. بس روحي اعملي لايك يالّا واكتبي لي كومنت حلو، وصلّي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام في الكومنتات. دي أول صينية طلعت معانا ما شاء الله، حلوة جدًا ومستوية. في الأول بس بتحسي إن هي لازقة زي ما قُلت لِك، بس هتسيبيه يبرد ويهدى خالص، هيطلع لوحده من الصينية ويفُك. ما شاء الله شايفين قد إيه؟ 20 صباع يا جماعة، يعني أنا لو رايحة أشتري الكمية دي هادفع مبلغ وقدره. ما شاء الله. تعالوا بقى نقطّعه كده ونشوف، شايفين طري إزاي وجميل؟ لو أنتِ زوّدتِ التسوية بتاعته هيبقى ناشف كده ومجلد، فأنا عشان كده بأكد عليكِ، هي ربع ساعة بالضبط. أول ما يغيّر لونه وتلاقيه بيشد هتطفي فورًا البوتاجاز. تعالوا بقى نقطّعه كده ونشوف القطع شكلها زي السوسيس بتاع برّه والّا لأ. طب إيه، شايفين الجمال؟ طب إيه ده، شايفين الحلاوة؟ شايفين ما شاء الله شكله؟ سوسيس ده والّا مش سوسيس؟ طبعًا السوسيس هو أنضف وأحلى مليون مرّة من بتاع برّه. أنا مستحيل، مستحيل، مستحيل أشتري السوسيس ده نهائي. شايفين ما شاء الله شكله جميل جدًا وتحفة. أخلّص الكمية بتاعتي وبعدين تعالوا بقى نسويه كده ونحمّره. طبعًا هنحفظه إزاي في الفريزر يا جيجي؟ هتوزّعيه في أكياس على قد الاستخدام، يعني بحيث اللي أنتِ تستخدميه تطلّعيه يفُك وتستخدميه على طول. ما تعمليش كل الكمية في كيس واحد وترجعي تفُكّي وتجمّدي، تفُكّي وتجمّدي. يقعد معاكِ شهر في الفريزر ما يجرالوش أي حاجة، ده لو قعد يعني شهر. طبعًا الولاد هيحبوه وهيطلبوه منِّك على طول وهيخلص بسرعة جدًا، مش هيلحق يكمّل عندِك شهر. دي الكمية بتاعتي عمل معايا 4 أكياس، أنا قسّمتهم على 4 أكياس علشان على قد الاستخدام، لإن أنا عاملة صوابع كبيرة وصوابع صغيّرة بس. تعالوا بقى نشوف وقت التسوية هنعمل إزاي. هنجيب جريل على النار وننزل بشوية كده من الزيت، لإن طبعًا السوسيس بتاعنا ما فيش فيه أي دهون خالص. هنحمّره كده في شوية زيت صغيّرين خالص على الجريل وبس، ومعانا أحلى سوسيس ممكن تعمليه. هنستخدمه بقى في البيتزات والفطير، وهاعمل لكم بيه وصفات كتير جدًا الفترة الجاية بإذن الله. أنا عايزة بس شوية تشجيع منكم ولايكات كتير وكومنتات حلوة كتير زيكم. هتسويه التسوية اللي أنتِ عايزاها براحتك، بس ما تنشفيهوش عشان ما يبقاش مجلد معانا. هو كده بياخد لون بسيط جدًا وبيستوي بمنتهى السهولة والسرعة. شايفين ما شاء الله شكله حلو إزاي؟ تعالوا بقى نعمل أحلى ساندوتش سوسيس ممكن تعمليه في حياتِك. أنا بس عاوزة أقول لِك الأول، لو أنتِ وصلتِ معايا لحد هنا فأنتِ محظوظة جدًا، ومن الناس الأقلية المحظوظين، عشان عرفتِ السر بتاع المصانع اللي هيطلّع معاكِ السوسيس زي بتاع برّه ومش هتشتريه تاني. وكل الناس بعد كده اللي هتدوقه عندِك هيقولوا لِك أنتِ عاملاه إزاي. هنجيب العيش الفينو اللطيف بتاعنا اللي إحنا بنستعمله وبس، خلاص هنعمل أحلى ساندوتش سوسيس سهل وسريع واقتصادي جدًا، والولاد هيفرحوا بيه جدًا في الlunch box.
وحاجة كده تشيل عننا هَم الlunch box يا جماعة. كل يوم بنفكّر هنعمل إيه في الlunch box، هنعمل إيه في الlunch box. جِبت لِك الحل أهو، جِبت لِك أفكار كتير ولسه في كمان أفكار كتير. إحنا كده خلّصنا فيديو النهارده، يا رب الفيديو يكون عجبكم. هاستنى رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك وشير كتير، وتكتبوا لي كومنتات حلوة كتير زيكم. ولو حابين إن أنا أعمل لكم وصفة معينة اكتبوا لي في الكومنتات. وكنت حابة أعرف أنتم بتتابعوني من أي بلد بالضبط، يا ريت تكتبوا لي بتتابعوني من أي دولة. أشوفكم على خير مع فيديو جديد ووصفة جديدة. مع السلامة.